مش عارفة ليه بتروحوا تشتروه بالغالي، لما بحبة ملح بس في البيت هتعمليه بطريقة سهلة وبسيطة. كمان سمكة مضمونة وطعمها نضيف. بتجيبي السمكة البوري كده طازة، تختاري السمكة اللي عينيها تكون مفتوحة وصاحية كده وتكون بتلمع والخياشيم بتاعتها تكون حمراء. نغسل بس الخياشيم بالشكل دوت. السمك في السوق الأيام دي هتلاقوه الوسط أو المقاس اللي هو الوسط ب150 جنيه. المقاس الكبير هتلاقوه ب170 وب180 جنيه. تمام، اللي هو ممكن الاتنين يعملوا كيلو. تختاري الكبيرة بتكون أفضل. بتحطوه في مصفى تكون مفتوحة بالشكل دوت، يعني تكون الفتحات بتاعتها واسعة. وبتسيبوه في أي مكان فيه هواء ونضيف، يعني مفيهوش دبان ولا ناموس ولا فيه أي حشرات. تمام. بتسيبوه كده ممكن من بالليل للصبح أو من الصبح بالليل. بتجيبوا الملح الخشن وتحطوا عليه معلقة كركم وتبتدوا انتوا تشتغلوا على طول. أنا اضطريت إني أعمله بملح ناعم لأن المفروض كان خلاص البوري عايز يتعمل، والملح كان ما جاليش لسه الخشن، فاضطريت أعمله بملح ناعم. هو الفرق ما بين الناعم والخشن إن الملح الخشن بيخليه طبعا ما يحدقش منك، بيبقى محافظ دايما ان البوري ما يبقاش حادق. بمناديل او قطعه قماشه انت مش محتاجاها بتبتدي ان انت تنشفي الخياشيم كويس جدا بعد ما البوريه تكون نشفت كويس جدا. تمام. تقدروا تسيبوها في اي مكان هوا، يعني في البلكونه لو البلكونه نظيفه ما فيهاش دبان او ناموس، او تقدروا تسيبوها على رخامه المطبخ ما فيش مشكله خالص، على فوطه او في مصفى واسعه زي ما بقول لكم كده. المهم ان السمكه تنشف تماما من الميه، ونبتدي ان احنا نحشي الخياشيم بالشكل دوت بالملح. نكبسها كده جامد جدا بالملح، كمان تحطه في بق السمكه ملح. تمام. وبترش رشه خفيفه كده على باقي السمكه. بس كده، هي دي طريقه عمل الفسيخ. بدل ما هتسمعوا ارقام قياسيه في العيد ممكن يوصل ل 300 و350 وتسمعوا ارقام يعني. تمام. فاحنا نجيبوه بسعر كويس جدا ومش هياخد معاكي وقت وهيطلع معاكي اجمل فسيخ ان شاء الله. شايفين السمكه عامله ازاي ناشفه خالص. وبنرش رشه ملح كده. وانا هخلي الفيديو معاكم لحد ما اخلص ال4 سمكات. تمام، يعني انا مش هقطع حاجه، عشان لو انتوا عايزين تعملوا الكميه اللي معايا دي. 4 سمكات جبتهم بحوالي 300 جنيه. عملوا حوالي كيلو و800 جرام او كيلو 900 جرام. تمام. فهنلفهم كده بقى مع بعض كل سمكه عكس التانية. وحشينا الخياشيم كويس جدا بالملح مع الكركم. بس كده. جبت الاسترتش راب وهبتدي ان انا الفهم بالشكل دوت عشان نخرج الهواء تماما. لو ما عندكيش الاسترتش راب ده بتجيبي كيس عادي جدا نضيف ويكون سليم، وبتبتدي تحطي فيه السمك. ترشي رشه ملح كده تحت وتحطي السمك، وتبتدي ان انت تطلعي الهواء تماما من الكيس دوت. وتلفي الكيس كده كويس وتحطيه في كيس تاني، وهكذا يعني كيسين تلاتة كده لحد لما تتأكدي ان الهواء خرج تماما كده من السمك. بس كده بتشيليه في علبة وتحطيه في مكان في المطبخ. تقدري تشيليه في دولاب المطبخ تحت او فوق في اي مكان، بس حطيه في علبة امان، يعني عشان لو نزل مية كده ولا كده يبقى انت في الامان. ان شاء الله يطلع معاكم اجمل فسيخ. ولازم كل يوم تقلبيه، لو انت حطوه على ناحية هتقلبيه على الناحية التانية. تمام. بس كده. وهو في الكيس زي ما هو. المفروض لو الجو حر هياخد اسبوع، لو الجو برد هياخد 10 ايام. وعملناه النهارده نفتحه على العيد بالظبط. يلا بسرعة ما تكسلوش وانزلوا بسرعة هاتوا سمك البوري، وان شاء الله هتلحقوا تعملوه. هو بياخد يوم واحد بس، يعني مجرد ما السمك نشف معاكي من المية تماما هتقدري على طول تحشي الملح وخلاص على كده. بقى لفيته في كيسة تانية زي ما انتم شايفين كده، كيسة نضيفة. وهحطه في علبة وهشيله لحد العيد. كل سنة وانتم طيبين. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتم. ما تنسوش اللايك والمتابعة ومشاركة الفيديو. تعليق جميل يا أجمل اخوات، ومع ألف سلامة.